كل شيء بدأ في بيت قديم معزول ووسط صمت ثقيل. بيت ما يمر عليه أحد ولا أحد يجرب يقرب له، مو لأن في شيء واضح، بس لأنك إذا وقفت عند بابه تحس إنك مراقب. العيلة اللي سكنت هناك كانت عادية، أب وولد صغير اسمه سهيل. بس هالبيت ما كان عادي أبداً. الليلة المشؤومة، الأم قامت على الساعة 2 بعد نص الليل تبي ترضع الولد، لكن السرير فاضي. فكرت إنه يمكن حبى وطاح، دورت تحت السرير، في الدرج، حتى في الخزانة، ما في. نادت أبوه، قام يفتش البيت حجر حجر، وبعد 5 دقايق لقوه برا في حوش البيت قاعد ويطالع السما ويبتسم. الباب ما انفتح، والولد بعمره ما يعرف يفتح أقفال. يا أبوه داخل، ولكن ما كان نفس سهيل. صار يصرخ في الليل، يقول كلمات ما يفهمونها، عينه تطالع ناحية زاوية معينة ويقول: يما، هم بعدهم هناك. المصيبة إن كل مرة يقول هالكلام تصير أصوات في السطوح، وينطفي النور، وتصايح القطامة بنفس الوقت. يا أبو شيخ يقرأ عليه ويقول إنه مخطوف من الجن، واللي راجع هو نسخة مو بشري كامل. يقول الشيخ إن في مكان معروف بهالقرية اسمه وادي السحر، وهو ممر للجن، واللي يمر منه في الليل يختفي، خصوصاً الأطفال. تركوا البيت وراحوا للديرة، ولكن الولد ظل غريب، ما يضحك، ما يبكي، يجلس ساعات يطالع السقف. ويوم كبر صار يرسم أشكال غريبة، وجوه ما شافوها في حياتهم. والأغرب، رجع لذاك البيت بعد 16 سنة واختفى، ولين اليوم ما حد شاف سهيل. قالوا الجن خذوه مرة ثانية، وهالمرة ما فيه رجوع. مرت سنين بعد اختفاء سهيل للمرة الثانية، والعيلة خلص تعايشت مع الفقد. لكن في ليلة من ليالي 2023 رجال كبير اسمه بو سلطان كان راجع من مزرعته آخر الليل، ومر من عند البيت القديم اللي كانوا ساكنين فيه. شاف نور ضعيف طالع من أحد الغرف. استغرب لأن البيت مهجور من سنين. قرب شوي وسمع صوت طفل يضحك، وصوت ثاني يرد عليه نفس صوت سهيل يوم كان صغير. بو سلطان ركض، رجع للقرية، صاح في الناس: أنا شفت سهيل، البيت مو فاضي، في شي هناك. الناس ما صدقوه، قالوا يمكن تعبان أو يتوهم. لكن واحد من شباب القرية عنده كاميرا حرارية، قرر يروح يصور. دخل الحوش بهدوء، شغل الكاميرا، وظهرت حرارة جسم واقف عند الشباك كأن أحد يطالعهم من داخل. بس المشكلة لما قرب أكثر الكاميرا طفت، وكل شيء حوالينا صار ساكن. صوت صياح قطاوي من فوق، ورجع البيت للظلام التام. ثاني يوم طلع مقطع قصير من الكاميرا، بس ثواني معدودة، يظهر فيها ظل طويل وواقف ورا الباب، وصوت طفل يقول: أنا ما رجعت، أنا انسخت. من عقب هالليلة صارت القرية تمر بحوادث غريبة، حيوانات تختفي، أطفال يتكلمون مع أصحاب خياليين، وأصوات تمشي فوق السطوح كل فجر. والناس بدأت تتهنس بينهم: سهيل ما اختفى، سهيل رجع، بس مو هو اللي نعرفه. وإلى اليوم كل ما مر أحد من قدام هالبيت يحس في عيون تراقبه من الداخل. بعد الأحداث اللي صارت قررت مجموعة من الشباب الفضوليين يدخلون بيت سهيل المهجور، يسوون بث مباشر يتحدون فيه الجن قدام الناس. واحد منهم اسمه نواف أخذ معاه تسجيلات صوت، كاميرا ليلية، وورقة فيها آيات قرآنية. ادخلوا عند منتصف الليل، وكانت الرياح ساكنة، الجو ثقيل، والهواء له ريحة غريبة، مو تراب ولا رطوبة، كأنها ريحة لحم محروق. فأول ربع ساعة ما صار شيء، بس فجأة
سمعوا الباب الخلفي يطق مرتين، وثالث طقة الباب يفتح لحاله. واحد من الشباب صار يتنفس بصعوبة ويقول في شيء قاعد يلمسني بس ما أشوفه. اللي ماسك الكاميرا قرب من الدرج، وهناك تحت أول درجة لقوا دفتر قديم مكتوب عليه اسم إسهيل بن مبارك، دفتر التكرار. بس الصفحات من داخل كلها رسومات غريبة، دوائر، عيون، وأسماء ما يعرفونها. وفي آخر صفحة مكتوب أنا مو أول واحد، وهالبيت مو بيتي، هو بوابة. وقبل لا يكملون قراية الكاميرا طفت، البث انقطع، وكل اللي كانوا يتابعونه حسوا أن الفيديو حاول يشتغل من نفسه بعد ساعة، لكن بدالها اشتغلت لقطة مدتها 6 ثواني فيها وجه سهيل نفس وجهه قبل يختفي، يطالع الكاميرا ويمهس. لا ترجعون، اللي داخل مو يبي يطلع، يبي ياخذ أحد بدالي. والغريب إن من وقتها نواف اختفى، وكل الشباب اللي كانوا معاه صاروا يعانون من كوابيس متكررة، يحلمون بدرج وبيت وولد صغير يسألهم تصدق إنك تشبهه؟